السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله ميعادنا مع منيو اكلات الاسبوع الموفر. معانا منيو موفر واقتصادي جدا جدا. بنحاول ان احنا الاسبوع نمشيه اكلات ارديحي بدون لحمة او فراخ. بنعمل على حسب ظروفك، مرة ممكن تعملي مرة بس لحمة او فراخ او سمك، وباقي الاسبوع تمشيه كده، ممكن مرتين، ممكن 3 مرات، والباقي تمشيه كده، يعني على حسب ظروفك. الاول كنا بنمشي يوم ويوم، يوم لحمه او فراخ ويوم ارداحي، لكن الايام دي هنمشي الاسبوع كله ارداحي، ونعمل يوم او 2 او 3 اكلات بلحمه او فراخ. تمام كده. لو اول مره بقى بتشوفيني، اعملي اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه يا جماعه، احنا معانا هنا اول اكله موفره، وهي الفطير هتعمليه في البيت بكيلو دقيق، شوية سمنة عندك في البيت، أو شوية زيت، أي حاجة يعني كده، هتعمليه سمنة على زيت، وعندك حتة جبنة مع حتة مع شوية عسل، أو ممكن كمان نعملها بالبيض. عملتها معاكم قبل كده بالعجة، اللي هو يعني بنحمر البصل ونحط عليها نحط عليه البيض، ونعمل الفطيرة دي، بتبقى حلوة جدا. مش بتحتاج منك غير مثلا بيضتين بس كده. بصوا دوت شكلها، بتبقى حلوة جدا، بتبقى عاملة زي الفطير الشرقي كده، كأنك عاملاها بلحمة مفرومة. والبيض برضو بروتين كويس. هتجيبي بس بيضتين ب10 جنيه وتعمليها. فديت برضو معانا أكلة موفرة. الأكلة اللي بعد كده برضو يعتبر موفرة، وهو ان انت هتجيبي نص كيلو من اللحمة المفرومة او ربع كيلو على حسب زي ما انت حابة، وهتجيبي شوية بطاطس وعلى شوية قوطة، وهتعملي صينية الكفتة بالبطاطس دي. انا عاملاها معاكم على القناة، هسيبها لكم كل الوصفات دي، هسيبها لكم في صندوق الوصف، وابقوا ارجعوا شوفوها. بتعملي صينية البطاطس بالكفتة، وممكن بقى تعملي جنبها شوية رز، شوية مكرونة، زي ما انت حابة. بتبقى حلوة جدا وموفرة. بتعمليها طبعا كمية اللحمة اللي فيها بتبقى قليلة، نص كيلو لحمة مفرومة، او كمان ممكن ربع كيلو لحمة مفرومة، وتعملي الكفتة بالشكل اللي انت عايزاه. وقدمت كمان معاها مكرونة بقوطة، ودوت سلطة بابا غنوج. ان شاء الله عايزين نبقى نعمل مع بعض الطحينة في البيت، نحاول ان احنا نوفر على قد ما نقدر. دي تعتبر من الوصفات الموفرة. وكمان اللحمة المفرومة توفر معاكي حلو جدا. انت ممكن كمان تجيبي لحمة مفرومة مجمدة، او ممكن تجيبيها اللي هي الجملي، برضو بيبقى سعرها حلو ورخيص، ارخص من البلدي. الوصفة اللي بعد كده وهي الكشري المصري. طبعا الكشري المصري وصفة موفرة، يعتبر موفرة، ما يختلفش عليها اتنين. طبعا انت الأكلة ديت هتكلفك يعني حوالي 60 جنيه. ليه بقى؟ الرز هتجيبي نص كيلو، وهتجيبي المكرونه نص كيلو، يعني مش تجيبي كيلو رز وكيلو مكرونه، لا، نص كيلو رز ونص كيلو مكرونه، بيعمل لك حله كبيره جدا وتكفي اسره كبيره. وهتجيبي كيلو طماطم. فيعتبر لحد الان ان الكشري اكله موفره، وكفايه قوي ان انت تجيبي نص كيلو بصل وتعملي الوصفه دي. ممكن نستغنى عن الحمص ونعملها من غير حمص. نعمل الحمص بس في الشتاء، وفي الصيف ممكن نستغنى عنه عادي خالص. الوصفه اللي بعد كده وتحفة. اليوم اللي بعده بقى يا جماعة عملت هنا بقى ايه؟ دي كبد وقوانص، حلوة جدا برضو. يعني بصوا، يعني قلت لكم منيو كله سريع، وهو فعلا سريع وبرضو موفر. الكبد والقوانص يعني ايه؟ النص كيلو بحب انا اعملها بالبصلة كده والفلفل زي الكبدة الاسكندراني بالظبط. بس انا يا جماعة بسوي الكبد والقوانص، قصدي القوانص قبل الكبدة. هقول لك ازاي. بتروحي جايبه بصله كده اهو، بصله حلوه يعني متوسطه كده. بتروحي اول ما البصله ايه بدات هتصفر، راح هتصفر كده، بتروحي نازله بالقوانص اللي انت مقطعاها حتت صغيره. بتغطي عليها، بتنزل ميتها، بتستوي شويه في ميتها. لقيتيها ما استوتش، بتروحي مديها ايه سنه ميه كده كمان. وبعد كده اول ما تلقي القوانص استوت، بتروحي نازله بالكبد. وبعد كده بتنزلي بمعلقه توم كده. وبعد كده اول ما تشمي ريحه التوم طلعت، بتروحي نازله بنص معلقه كده كزبره ناشفه. كزبره ناشفه بتدي طعم حلو جدا للكبد والقوانص، وكمان الكبده الاسكندراني. وبعد كده بتنزلي بقى بالفلفل. وعملت جنبها مكرونه محمره حلوه جدا. وايه، ويوم بيعدي بقى يوم كده زي ما احنا اتعودنا مع بعض. وكمان كنت عامله جنبها البطاطس. واليوم اللي بعده بقى لازم برضو طبعا في ايام الشتاء العدس. عملت معاكم العدس الاصفر. عملت العدس الاصفر دي شوربة بالشعرية. وعملت كمان الفتة، حلوة جدا الفتة، عملتها بطريقة حلوة جدا.
عملت لها الطشه بالبصله، طبعا في ناس كتير بتعملها بالثوم او كمان في بيعملوها بالسمن البلدي كده، لكن انا عملتها بحب اعمله الشوربه بالشعريه كده، بياخدوا منه الفته البرد الليمون. طبعا وشوفي طريقتي ان شاء الله، لو ولادك مش بياكلوا العدس ان شاء الله هياكلوه بالطريقه دي. وده كان معانا اول يوم. وبما ان بقى الشتاء داخل علينا والدنيا بتبقى ساقعه، فاحنا محتاجين بقى محشي كرنب. المحشي الكرنب عملته لسه بقى ما عملتوش معاكم على القناه، ان شاء الله هعمله. عملت المحشي كده الكرنب وعملت جنبه فراخ. بصوا زي ما انتوا شايفين بقى حلو جدا ويفتح النفس، يتعمل بقى مش بيحتاج اي حاجه طبعا جنبه. دوت بقى كان يوم من ايام الشتاء، لازم طبعا في ايام الشتاء بنعمل المحشي، يا اما بنعمل طبعا العدس، والعدس طبعا عاملينه معانا. فده كان تاني يوم من الاكلات بتاعتنا. بما ان احنا بقى متعودين ان احنا الاكلات بتاعتنا بتبقى يوم اقتصادي ويوم كده عشان نمشي الاسبوع، بس اللي انا عملتها ما عملتش حاجة تاني جنبها، وقدمت جنبها العيش بس. انت طبعا انا اوقات بعمل جنبها بيض مسلوق، اوقات بعمل جنبها جبنة قديمة، مثلا احمر شوية بطاطس كده. فاليوم دوت انا قدمت المسقعة كده مع العيش، وكانت حلوة جدا واتاكلت كلها كمان بسم الله ما شاء الله. كده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب تكون الوصفات عجبتكم. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد، عشان ان شاء الله ننزل لكم فيديوهات من النوعية دي. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.